هم السابقون ونحن اللاحقون. عليك أخي أن تتصور تلك اللحظات التي يعلن فيها عن وفاتك. يأتي الأهل يوقظوك فإذا بك قد غادرت الحياة، يأخذون جثتك إلى المستشفى، أخذوك هناك، حاول الأطباء، ثم بعد ذلك قالوا لا فائدة، قد مات. بدأ خبر وفاتك ينتشر، بدأ الناس يتجمعون حول بيتك، جاءوا ليودعوك، أوتي بك من المستشفى، أنزلوك أهلك ووضعوك فوق اللوح. هناك من أحاط بك أراد أن يلقي عليك النظرة الأخيرة، صبوا عليك الماء، ثم بعد ذلك بالسدر غسلوك، ثم بعد ذلك أزاحوا ذلك السدر بماء ثم بكافور، ثم بعد ذلك حملوك للتكفين. أين تلك الملابس الغالية؟ وضعوك في ذلك الكفن، فإذا بأم الميت تقول لنا دعوني ألقي عليه النظرة الأخيرة. لك الرجال وضعوك أمامهم، صلوا عليك، ثم بعد ذلك إلى المقابر شيعوك، وفي القبر أنزلوك، وبالأسقف لحدوك، وبالتراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك. سينفعك العمل، فأصلح العمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام.